فاكرين المتاهات اللي كنا بنحلها في المجلات زمان؟ طب تعالوا بقى نخلي ولادنا يعيشوا نفس المتعة بس بطريقة مناسبة لعصرهم، ويلا بينا نتعلم حاجة جديدة. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. الحلقه بتاعت النهارده متميزه لان احنا ان شاء الله هننفذ مع بعض مشروع الاطفال والتين ايجرز والكبار، كل الناس هتحبه وهتستمتع بيه ومختلف وبيفكرنا كده بايام زمان. الفكره النهارده بتاعتنا ان احنا عايزين نشوف المتاهه باشكال مختلفه. يعني ايه نشوف المتاهه باشكال مختلفه؟ احنا كلنا عارفين المتاهه ديت اللي هي دايما بنوصل الفار للجبنه، او ان احنا حد بيبقى داخل من مكان معين وعايزين نخرجه من مكان معين. دايما كانت بتبقى موجوده زمان عندنا في المجلات، بتاعت اجيالنا احنا بقى، تبقى موجوده دايما في المجلات والقصص وكده، نستمتع جدا ان احنا نحلها. وكان في بقى ساعات بيبقى في متاهات ليها اكتر من طريق، وفي اقصر طريق واطول طريق. بصراحه حاجه حلوه جدا ومسليه وممتعه جدا لكل الاجيال في كل الاوقات. ويلا بينا نبدا. اول حاجه عندنا ان هو ازاي احنا هنجيب الميزز المختلفه او المتاهات المختلفه. ازاي احنا هنجيب المتاهات المختلفه؟ هنروح على ويب سايت اسمه ميز جنريتور، وهتلاقوا طبعا اللينك تحت في الوصف. تقدر ان انت تعمل منه اي ميز انت عايزها. عندك ريكتانجلر اللي هي على شكل مربع او على شكل مستطيل، ممكن كمان تعمل اللي هي الدايره، وممكن تعمل على شكل مثلث، ممكن تعمل اللي هو الهكساجونال اللي هي بتبقى ميز 6 ضلوع. ممكن ان انت طبعا تجرب وتلعب زي ما انت عايز وتجنريت الميزز اللي انت عايزها، لان هو فري تماما وتقدر تجرب فيه اكتر من مره. فانا حطيت اللي هو اللي فوق الاول الارقام اللي انتوا شايفينها ديت، وطلع لي الميز دي. قررت ان انا هستخدمها معانا، وجربت كمان ميز تانية. قررت ان انا هستخدمها معايا، اللي هي دخلت لها الارقام دي اللي هي الفايف والفايف والزيرو والزيرو، وطلع لي الميز ديت. ممكن طبعا نعمل ميزز كومبليكيتد اكتر، احنا كل ما هنزود الويتس بتاعنا والهايت اللي هو الطول والعرض هيدينا اكتر، وتقدر ان انت تغير فيها زي ما انت عايز. الاول حاجه هنعملها ان احنا هنسيف از بي دي اف، وعندك اكتر من حاجه تقدر ان انت تعمل سيف ليها في بي دي اف كمان كذا سايز، وتقدر ان انت تسيف از بينج يعني ايه صوره او اس اف جي. انا سيف اس بي دي اف دلوقتي وطبعتها. فكرتها حلوه جدا ولذيذه ومختلفه. ويلا بينا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نحول الرسمه دي على الارض. ممكن تعمل على الارض بطريقتين. الطريقه الاولانيه انت تجيب الشيكرتون. انا ليه اخترت الشيكرتون؟ لان اللزق بتاعه بيبقى مش قوي قوي، فبيبقى لما بتلزقه على الارض وتشيله ما بيعلمش. بس انا علشان اعمل كذا ميز حسيت ان موضوع ان احنا نحط لزق دوت هيبقى موضوع مرهق شويه ان انت تحطه وتشيله، بس هو موضوع ألذ وفيه الوان اكتر وانضف. في بقى الحاجه الثانيه اللي انا عملتها، اللي هو انت بتستخدم التشوك اللي هو الطباشير. طبعا ممكن يكون في ناس كتير قوي بقالها كتير قوي ما استخدمتش التشوك. الطباشير من الحاجات الممتعه جدا، الاطفال بيحبوا قوي ان هم يستخدموه ويستمتعوا بيه. ابني ابتدى ان هو يرسم الميز المتاهه اللي انا طبعتها، يبتدي ان هو يرسمها بالظبط زيها على الارض. قد ايه كان الموضوع ممتع ولذيذ، ولعبوا كتير وضحكوا كتير، ويقدروا ان هم بسهوله ان هم يرسموها. هتعلموا حاجات كتير قوي، ازاي ان هو صوره عنده بالظبط يطبقها على الارض، ويقدر ان هو كمان يعملها في مقاسات اكبر. فدي حاجه مهمه جدا ان الاطفال مش بس الصغيرين، حتى الكبار كانوا مستمتعين جدا وهم بيعملوها. فبصراحه حاجه لذيذه جدا، واظن اولادنا بقالهم كتير قوي ان هم ما لعبوش بالطباشير. ممكن بقى كمان تنفذها عندك في بلكونه، لو عندك في البيت سيراميك ينفع، لو تقدر ان انت تنفذها حتى قدام، لو الشارع امان تقدروا ترسموها على الارض، وتقدروا ان هم بعد كده يلعبوا بيها ويستمتعوا بيها. بعد ما خلصنا كده خليت ابني يحط حاجه على عينه، او اللي هيلعب عموما مش ابني بس، اللي هيلعب يحط حاجه على عينه ويقف على البدايه بتاعه الميز. بعد ما يقف على البدايه بتاعه الميز يقدر ان هو من هنا هنبتدي ان احنا نوجه له الاوامر. امشي خطوه لقدام، لف يمين، لف شمال. خلي بالكم ان في اوامر مش موجوده في الكمبيوتر، ما ينفعش ان انا اديها حتى لو انا كبني ادم فاهمها، واللي طبعا اللي قدامي كمان فاهمها، زي ارجع لورا خطوه. مفيش ارجع لورا خطوه في الكمبيوتر، فدايما هنقول له امشي لقدام. اوامر بسيطه وفكره لذيذه جدا، ان اقول له لف يمين لف شمال، يعني هو لو غلط لازم يرجع يلف تاني. هتعلم كمان ولادنا اللي بيتلخبطوا جامد قوي في اليمين والشمال والليفت والرايت، هتعلمهم جامد قوي وهيستفيدوا منها جدا وهيتعلموا بيها جامد قوي. هتبقى درس حلو ولذيذ جدا فيها. فهي بصراحه هتعلم منها دروس كتيره قوي، مش بس موضوع ان هي ستيم ابلكيشن انت بتعمله وخلاص، لا الولاد فعلا بجد هيتعلموا منها حاجات كتير قوي. وابني في الحمد لله وصل للاخر واستمتعوا كتير جدا.
طيب ايه بقى الجيمز اللي انا خليتهم يلعبوها بالميز ديت؟ اول حاجه عملتها ان انا خليتهم يعملوا تايم، خليتها ان هم يعملوا تايم، كل واحد فيهم يدي امر للتاني ونشوف مين اللي هيوصل التاني للنهايه في وقت اقصر. دي كانت اول لعبه. اللعبه الثانيه ان كمان عملتها ان انا خليتهم ان هم يعملوا من البدايه للنهايه ومن غير نشوف مين اللي هيعمل غلطات اقل في ندوس على الخطوط اللي في النص. انت المفروض تبقى تمشي في الايه، في الحته الفاضيه اللي جوه. بصراحه اللعبتين كانوا ممتعين جدا واستمتعوا بيهم جدا. وعملنا كمان اكتر من ميز، عملت ميز ان هم يدخلوا ميز ويجيبوا حاجه يوصلوا للشيء الاول، والميز الثانيه ان هو يوصل من الفتحه الاولانيه لحد ما يخرج من الفتحه الثانيه. بصراحه كان مشروع ممتع جدا ولذيذ جدا، ولعبنا كتير جدا ولعبنا بلتشوك كتير جدا، واتمنى ان انتوا كلكم تجربوه، اكيد ان انتوا هتستمتعوا بيه. بعد ما خلصنا بقى الجزء العملي هندخل بقى على الجزء اللي احنا ازاي هنحول الميز دي للكمبيوتر. اول حاجه انا عملت معاكم البروجكت دوت في سكريت جونيور، وانا حاطه لكم اللينك بتاعه ان انت ازاي توصل من مكان لمكان وان انت عملت الميز بتاعتك بنفسك. وكمان كان في مشروع تاني اللي هو بتاع باكمان اللي كنت عامله لكم في سكراتش جونيور، وبرده حاطه لكم اللينك فوق، وهتلاقوا برده اللينك في الوصف ان انت ازاي تصور الميز بتاعتك وتبتدي ان انت تشتغل عليها بالكود. مش عايز اطول عليكم ان انا اشرح المشاريع دي، خصوصا ان احنا شرحناها قبل كده، بس لو اي حد عنده اسئله او افكار يكتبها لنا في الكومنتات. المشروع التاني هنعمله على سكراتش، ممكن يتعمل على سكراتش او بيكتو بلوكس اللي يريحكم. وزي ما انتم شايفين كده فكره المشروع ان انت عندك الميز ديت، انا هروح للميز بتاعتي واعمل لها سيف از بينج. ممكن ان انا مش لازم تبقى بي دي اف فايل، لا انا ممكن اروح اعمل لها سيف از بينج واخدها على السكراتش او اخدها سكرين شوت اي حاجه، وممكن برده اصورها واعمل لها ابلود تاني، اللي يريحك اعمله. وبعد ما اخدها زي ما احنا هعمل بيها المشروع ده، ممكن كمان اخدها على كانفا واغير كمان اللون بتاعها، هيبقى اسهل من ان انت تغير اللون على السكراتش. احنا بقى دلوقتي بقينا شاطرين جدا بنعرف ازاي نستخدم كانفا. من الحلقات اللي فاتت بقينا نعرف ازاي ان احنا نعمل الحاجات دي، فلما اقولها لكم في النص والناس اللي متابعين معايا هيبقى في منتهى السهوله يقدروا ان هم ينفذوا الكلام ده. واللي مش عارف يقدر يرجع لحلقاتنا اللي فاتت علشان فعلا بجد ما تفوتكش حاجه، وهتتعلم حاجات كتير جدا حلوه ومفيده. الفكره بتاعتها ان المفروض ان القطه توصل من البدايه لحد النقطه الحمراء، المفروض ان هي تعمل الوقت الكلام ده من غير ما تعمل تاتش للون الازرق، وهو دوت السر بس في الكود النهارده، ان هو تاتشنج كلر، هو ده البلوك اللي احنا هنستخدمه تاتشنج كلر بلو. لو تاتشنج كلر بلو هترجع من الاول. والاوامر اللي هو فوق وتحت ويمين وشمال كنا عملناها قبل كده في مشاريع تانية، انا برضو حاطه لكم اللينك بتاعتها. والمفروض ان هو يوصل لحد النقطه الحمراء، ولو في اي وقت خبط بيرجع من الاول تاني. طبعا ممكن ندخل فيها حاجات كتير قوي، ممكن ندخل فيها ليفلز، اعمل من الاسهل للاصعب. ممكن كمان ان انا ادخل فيها عدد ترايلز معينه، يعني يجرب مثلا مره 2 3 بعدين خلاص. ممكن كمان ندخل فيها تايم، ان انت ممكن المفروض توصل للنقطه الحمراء قبل ما التايم يخلص. الافكار كتير والابداعات كتيره جدا، فاكيد انا مستنيه تطبيقاتكم ومستنيه تفاعلكم مع الحلقه ومستنيه اللايك والشير والسبسكرايب. وما تنسوش ان انتوا دايما تبعتوا لنا تطبيقاتكم على هاشتاج كود فور اول. واهم من ده كله مستنيه الكومنتس بتاعتكم عن ارائكم في الحلقات اللي بنقدمها وافكار تانية نقدر ان احنا نقدمها. اتمنى ان انتوا تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا. هابي كودينج.